فاكرين اما كلمتكم عن ابلكيشن اسمه كشكاتب؟ انا بقى النهارده هقول لكم ازاي تعرفوا تستخدموه، بس قبل ما اقول لك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. قبل ما اقول لكم اي حاجه عندي ليكم خبر حلو. دلوقتي سواء تليفونك اندرويد او ايفون او تفاحه ده هتعرفي تنزلي الابلكيشن. تعالوا بقى نعرف ازاي، وهسيب لكم رابط الابلكيشن. اول حاجه هنعملها هننزل التطبيق. خلاص نزلنا التطبيق، تعالوا بقى نشوف مع بعض. هنفتح الاول التطبيق اهو. اول حاجه هنعملها هنعمل اسم المستخدم، وبعدين هيطلب منك رقم التليفون. ما تخافيش، حطي رقم تليفونك عادي. بعد كده هيبعت لك رساله تاكيد، هتحطي الرقم اللي جالك في الرساله. بعد كده بقى هيجي يقول لك حطي اسم المشروع او النشاط بتاعي، وبس كده بقى عندك حساب. شفتي الموضوع سهل ازاي؟ بعد كده هيجيلك بقى مربع مكتوب فيه اضافه عميل. مين هو العميل؟ الناس اللي داخله الجمعيه معاكي، الناس اللي بتتعاملي معاهم انك تبيعي وتشتري، اي حد ليه وعليه. وما تقلقيش، مش لازم تكتبي الرقم من الاول. لو اسمه ورقمه متسجل عندك على الموبايل هيطلع لك على طول. لما يجي بقى ميعاد الدفع، سواء دفع او ما دفعش، كده كده هيجيله رساله على الواتساب تفكروا باللي عليه. نيجي بقى للسؤال اللي جالي كتير في الكومنتات في الفيديو اللي فات، لو موبايلك جراله حاجه تعملي ايه؟ ما تقلقيش، هتلاقي علامه سحابه على الشمال فوق تقدري تحفظي فيها كل حاجه. لما تجيبي بقى موبايل جديد وتنزلي الابلكيشن هيبقى هو اتحفظ في السحابه اللي على الشمال دي، هتفتحيها هتلاقي كل البيانات عليه. اقدر بقى اقول لك دلوقتي ارمي الكراسه الصفراء ونزلي تطبيق كشكاتب وانت حاطه في بطنك بطيخه صيفي.